25/7/1992 حادث خض العراق. 42 تاجرا أخذوا من محلاتهم، حوكموا جميعا في ساعات وأعدموا في نفس اليوم. هذه المهزلة القانونية والإنسانية لا ينساها العراقيون. هكذا كانت العدالة تأخذ مجراها في العراق. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. تفاصيل ما حصل في 25/7/92 في هذا التقرير مع علي عامر. هذا المشهد هو صورة لأحد أكبر أسواق الجملة في وسط العاصمة بغداد. شهد ذات يوم حادثة اهتز لها وجدان الشارع العراقي، كونها المرة الأولى في تاريخ أسواق بغداد الشهيرة يرتكب جرم من هذا النوع ضد تجار بغداد. في هذا المكان اعتقل نحو 42 من كبار تجار بغداد مع عدد من العاملين معهم، اقتيدوا مباشرة إلى المحكمة. إذن من السوق إلى قاعة المحكمة. اجت سيارة برازيلي بيضة، سألوا على الحد جد الجبار نادر، قالوا موجود هو هناك، قلت لهم موجود بالمكتب جوا هذا المكتب. فدخلوا عليه السيارة برازيلي، قالوا عندنا اجتماع وياك وزارة التجارة وين وزير التجارة، فأخذوه وراحوا. محاكمة فريدة من نوعها، إذ أنها أسرع محاكمة جرت في تاريخ بغداد، بدأت في 25 وانتهت في 26 من شهر تموز يونيو من عام 92. لم تستغرق المحاكمة والدفاع سوى ساعات قليلة، وبنفس اليوم الذي تم فيه إلقاء القبض على التجار، وبوجود محامي الدفاع الذين عينتهم ذات المحكمة. لكن وجودهم كان وعلى ما يبدو وجودا صوريا لم يجدي نفعا سوى إضفاء الشكل الشرعي لتكتمل صورة المحاكمة في هذه المحكمة. لا يمكن القول سوى أن هذه المحاكمة انتهت فجرا وبدون صدور حكم من القاضي، إلا أن هؤلاء التجار فوجئوا بعد المحاكمة باقتيادهم إلى زنزانات الإعدام وتلاوة قرار حكم الإعدام عليهم هناك. سعدون جبار الساعدي كان واحدا من الذين تمت محاكمتهم، إلا أنه أحد الناجين من أصل 4 تم العفو عنهم في اللحظات الأخيرة، والأسباب ما زالت مجهولة. دخلونا بالزنزانات وإجا وكيل الوزير عميد فوضى الشرطة، طبعا علينا قرار الحكم مكتوب بخط يد، يعني كتابة مو طابعة، يعني كتابة يدوية بالقلم، وقرأ علينا الحكم بالإعدام. فاستغربنا، وواحد يبوع على الثاني ويقول له هاي شنو، هاي معقولة؟ يعني احنا شنو اللي سويناه؟ شنو الجرم اللي ارتكبناه؟ يعني ما عندنا اي ذنب. الى ان بدأوا واحد الاخرين ينفذون بنا حكم الإعدام. انا اخويا وياي، وكنا بعدين هم نزلونا بالسيارات قبل ما ينفذون الحكم، مقيدين كل اثنين سوية. فانا واخويا سوا مقيدين، تحول الجامعة من ايدي وقادوا الى الاعدام. قال العميد، قال انه انت ما راح هسه ينفذون بكم الحكم، احنا 4 اللي طلعنا، راح يجي كتاب لاحق يتنفذ بكم، فانتم ابقوا على صفحه. ف يعني تعرفين الاخ وكذا هالوضع هذا. فترجيت من هذا العميد، قلت له يا ريت يعني هذا اخويا متزوج وعنده اطفال، وانا بعدني يعني شاب وما متزوج وما عندي فد مسؤوليه عائليه، فيا ريت يعني خليني مثلا اني قدامك تنفذ بيه الحكم وهو يبقى بعدين. قال لا ما يصير، هذا القرار صدر وانتهى. نعم. فبعد ما عجزت عن الحديث وياه وترجيته هو هذا الضابط، قلت له زين هو مسافة عني بحدود المتر، يعني اخويا مسافة عني متر والضابط صاير بيناتنا بالنص. قلت له زين خليني بس يعني اقبله، يعني لان راح يروح من عندي. قلت له بس اريد اقبله. واحد قال له خلي ما يخالف، خلي يقبل اخوه. هذا اللي واقف بالنص قال لي لا ارجع انت ما يصير. اذا تم تنفيذ حكم الاعدام بهؤلاء التجار 38، وبوقت قياسي اثار الكثير من
التساؤلات التي تفتقر إلى الإجابات الوافية حتى الآن، خاصة وأن طريقة الاعتقال والمحاكمة وتنفيذ الحكم بدت من أكثر الحوادث غرابة في عالم المحاكمات. في الحقيقة صار نقاش طويل حول إذا كان مناسب أن نأخذ هذا الشريط، أي شريط المحاكمة الذي لم يره أحد في العراق، ونجعل أهالي الضحايا يشاهدون هذا الشريط، خصوصا وأن أبنائهم كانوا في قفص الاتهام وكانت حالهم مؤثرة، مما قد يسبب بجرح أليم لأهاليهم. استقر الرأي أخيرا على أن لأهل الضحايا الحق في أن يروا حقيقة ما حصل في ذلك اليوم المشؤوم، ولهم الحق أيضا أن يعرفوا كيف حكم على ذويهم بالإعدام. أخذنا شريط المحاكمة الحصري لبعض العائلات بعد أن تمت استشارتهم، وكانت هذه اللقطات المؤثرة. والله يعني اشتغل والد 3/4 عمري، والله كل ما املك ادفع بس اشوف هذا الشريط. صار 11 سنة اريد اشوف الفيلم هذا، شنو التهم اللي اتهموه اياه؟ شنو هو؟ لان هو تاجر؟ ما صور هاي حجة. صور يا رب شو موظف كتابه وين مقعد؟ متقاعد الدراسة اللي كانت أول شو جاوب متقاعد وين تسكن محل قبلية وكذا محل الإسرائيل الجديد تفضل عليه جاكم نعم. نعم. 24 سنة. شلون قال؟ محل الزفاف 522. محل زفاف من ذاك الشرطة. اسمك بعمرك 40. شلون؟ عبد المنعم. كيف تسوي؟ ليس اليوم في البعض ولا الشهر. سنين بعد. لا تقارن الأجر مع الدولة مع السيد وزير التجارة ومدير عام التجارة وسيد العميد وزير المشترك بعد أسبوعين فقط. حتى لو أن التأكيد كان يستمرون باستيراد المواد الغذائية بكل أنواعها الرئيسية وليس تكون أسعارا قوية. وإن نعم ثم ما شو المسابقة أسرع الواحد من المنتجات سجلوا هاي عارف أيوة على 115 فإن الشاهد عن محمد حسن شاكرا سأل 255 مليون. هذا مجرم يعني عدي شهيد وهذا مجرم صدام الزين. هذه حقائق هاي دول اللي يقعدون بالفضائيات الجبناء اللي يحكوا الحكي دول الشباب اللي يشوفوا دول يعدمون ليش؟ شنو يسوون؟ شنو اللي يسوون؟ هاي حقائق شوفي الست شوفي هذا نادر رحمة الله عليك بشر القاتل بالقتل
بشر القاتل بالقتل. نحاول ان نسوي تفضل الاسعار الصغيره المسويه بسين على 3 ترتيبه ثلاثه موجود في البيت بدون ما تحت اي سبب اتصال في اي واحد يسال عن الاسعار سائل السوق اليوم لا الشكل 42 والدين بين 185 يعني قالوا يا جماعه اليوم من الاسعار نفسه انا الاتجاه نفس الاسعار 340 على اساس الناس احنا لا ناخذ جانب يعني وبيد القرار هم مصدرين عليه حكم الاعدام. هذه وجه خاصة هو هذا الحاكم هي محكمة ما يفهم بالاشياء الاقتصادية، يفتن بس بالاشياء الاجرامية. على اي اساس يرجع يدور هذا الحاكم؟ هو هذا اصلا المفروض ما يقعد زين. ليش ما خلونا المحامين اننا ندافع عنه؟ السيد علي موسى لان اخو يا الوزير على المسؤوليه المستقبل 2020 حتى نطلب من الحكومة الجاية إن شاء الله للعراق أن تحاكمهم بنفس القفص مال الاتهام، أن توقف المجرمين اللي هو وطبان وسبعاوي اللي قادوا هاي المحكمة واللي أدموهم خلال ساعتين. احنا نريد نشوف لهم هالمحاكمة حتى نشوف شنو هو العدل. بين اللي عمره أكثر من 60 سنة ما يعدم واللي عمره أقل من 18 سنة ما يعدم. قانون هذا. فوالدي عمره 75 سنة 75 سنة عمره. وين القانون هو اللي احنا نسأل عنه؟ محكمة لو افلام كرتون هاي لو قشمرة. ابو عبيد الله ينتقم من عنده شر انتقام ان شاء الله. الله يحرق قلبه مثل ما حرق قلبنا. احنا نموذج صغير من ملايين انظلموا. شنو سبب الظلم بعرف. بالاستوديو معي الاستاذ صباح محمد خليل الدولة. الاستاذ صباح هو كان محامي الدفاع عن المتهمين، وكل هذا الامر حصل بطريقة غريبة. استاذ صباح اهلا وسهلا فيك.